السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم ابو كرم. النهارده فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن جولة في التيك توك، ده الجزء التاني برضو. هنتكلم النهارده عن شوية ترندات كده، فتعالوا نشوف الدنيا بتقول ايه. يلا بينا. أنت الآن تشاهد اليوتيوبر الفشيخ جدا والفاجر أبو الكرم. احذر، يوجد عظمة قادمة. حد كان كاتب لي ان انت كده تخليتي عن انوثتك. قلت لهم يا جماعه طب يعني بجد الشعر ده ماشي، خلينا نشوف. زلحتها يا زميلي، ما طبيعي، هو الشعر اصلا جزء من الانثى، انت حلقتي زيرو، يعني انت دمرتيه خالص، طبيعي يبقى شكلك وحش اصلا. بس حريه شخصيه، كل واحد يعمل اللي عايزه بقى طالما هم بيقولوا كده. الموضوع مش بالشعر يعني. انت عارف ان انا قعدت افكر في الموضوع ده، انه ليه دايما مثلا الست لما بتطلق او بتعدي حاله نفسيه او كده، يا اما بتقص شعرها يا بتلون شعرها. انا بجد مش عارفه. انت بتاكل كتير. انت بقى رحت مختصر الطريق، سفلت شعرك خالص، فرتكتي من بعض. يا بتاكل كتير يا ما بتاكلش خالص. على فكره في ناس كتير قوي بتطلع من انا مثلا اخر حاجه نفسيه تعبتني قوي، خسيت جدا، بعد كده رجعت بقى اتبسطت فاتخنت. لكن مش شرط، بس موضوع الشعر ده حاجه على فكره. انا مش عارف هو ليه بعد كل جملتين هو انت بتضحكي على ايه اصلا؟ يعني انا مش فاهم في ايه. دايما ابويا شخص شرقي قوي وعصبي قوي، ودايما ما بيعجبوش الحاجات اللي انا بعملها في الاغلب، بس فانا اتمنى انه يعجبني، يعني اتمنى، لان هو بيصور مش فاضي، لما يشوف هنشوف هيقول طبيعي مش هيعجبه. ده يعني انت حاجاتك كلها مجنونه، حلقه شعر، تشتمي حد بتاع، طبيعي صرفتك كلها غريبه. معايا على طول، وانا بحاول ادافع عن نفسي يعني، بس يعني بجد دي حاجه حاسه انها حاجه شخصيه قوي، وشعري وكده وحالتي وكده، انا حاسه ملس يا صاحب عز الحق، ملس. انا مبسوطه قوي بجد ومرتاحه. انا افضل اتاسف واقول له حقك عليا عادي يعني. مين بقى من ناكل عيش. كل الناس بعتت لي صراحه مسجز، كلهم قعدوا يقولوا لي، ناس كتير قوي يعني، مش بجد، حتى هم موجودين على الكومنتس. يلا برافو. كمان كمل، خذي راحتك ريحي اعصابك فيها. ده الفيديو اللي طلع فيه بتحلق شعرها فيه، يعني انا مش عارف ايه مثلا المضحك في انك يعني بنت وطلع تحلق شعرك قدام الكاميرا، يعني ايه المضحك في كده يعني؟ تخيل البنت بتصور نفسها بتحلق شعرها، وكل ما شويه شعر ينزلوا شعري بينزل. ايه المضحك في الموضوع؟ انا حاسس ان هي مريضه نفسيه يا جدعان والله. المضحك في الموضوع يعني حاجه غريبه، بتضحك بطريقه غريبه يعني. لا ده جنان، انا يغمى عليا. كل ما تشيلي كل ما ترتاحي نفسيا والله. برافو، حلو يعني هي حرفيا بتحرق شعرها، يعني هي بتدمر شعرها خالص، يعني انا مش عارف ليه منشكحه قوي كده يعني. يا نهار اسود، الجنان ده. يعني تخيل انت واحد عمال تعمل حاجه غلط انت مثلا او بتحلقي شعرك زيرو بالماكينه، وكل شويه تقول انا مجنونه فعلا، صدق انا بحلق عشان انا مجنونه. انا مش عارف ايه المضحك في كده يعني. واو، عامة هو قرار مش سهل خالص يعني، بس حاسه ان انا كاني ببتدي حاجه جديده من الاول. شعري كان بيقع بطوله لان انا عندي الغده يعني انك تبدا بدايه جديده في حياتك لازم تقص لها شعرك ولا ايه؟ ده انا عشان كده عايز ابدا بدايه جديده في حياتي، ده انا اشيل دي خالص، ده انا اعمل لها بتر خالص يعني هو ليه مثلا يعني شعرك هيعمل ايه لو ابتديت حاجه جديده في حياتك؟ يعني ايه علاقه الشعر بدي؟ يعني دي في دي، يعني انت ممكن تعالج شعرك بحاجات تانية، انا مش عارف يعني. عندي يعني الغده بتاعتي مش متظبطه، فكان بيقع بجد كتل كده يعني، فحاولت انا اظبطه اكيد بكل الطرق، بس حاسه ان كمان منه جزء كده اللي هو كاني ببتدي من الاول كده. وبعدين انا بحس انه احساس التعلق باي شيء يعني بالنسبه لي انا عادي، انا نفسي بس اكسر الحته دي. الشعر هيطول، مفيش حاجه يعني اخد بالي منه، هيطول. انا ماي كازن قبل كده عملتها وشعرها طول وكان صحي اكتر واحسن. يعني طب تقصيه من يعني حتى لو انت هتقصيه، يعني انا ماليش دعوه تقص شعرك طوالي، انا ماليش دعوه، بس انت طالعه قدام الناس، يعني واخده بالك طالعه قدام الناس وبتقول كده، فما تزعليش بقى لما واحد يقول لك انت بتعملي كده ليه او بتعملي، فانت حتى يعني مش طالعه كده، يعني طلعت مره واحده ولا انا شعرك مقصوص، لا احنا انت طالعه يعني بتصور فيديو انت بتقص شعرك، فما تزعليش بقى من الانتقادات كتير. فانا شعري نفسه كان محروق يعني، فحاسه انه قرار يعني كبير،
بس فرينج، خلاني حرة. السلام عليكم انت يا صاحبي، مع السلامة انت، السلامة صح. قرار خدته في 3 ثواني اصلا، يعني بالعكس انا عارفه شفت كده كام حد كان كاتب ان انا زعلت في اخر الفيديو ولا مش عارفه ايه خالص. انا ما بعملش حاجه، ما فيش حد زيني اعمل حاجه انا عملتها وانا مقتنعه 100%. فبالعكس بجد بجد قرار مريح جدا جدا. انا بالنسبه لي يعني مش عايزه، انا مش بشجع حد انه يعمل حاجه، بس هو بالنسبه لي كان قرار مريح جدا. انا بتشجع حد انه يعمل حاجه، انت طلعت قدام الكاميرا وحالات قدام الناس كلها. يعني انت لو في واحده مثلا شافتك وانت بتاخد القدوه ولا بتاع، زمانها طلعت فرتكت شعرها من بعض حرفيا. ناس كتير قالوا ان اسماء بتحب تعمل كده عشان تتصدر الترند او تكون موجود في الصوره، او ده طول الوقت فعلا. دي عارف زي ايه اللي هي ستوري نار، هي الجمله دي لا ترند ايه؟ مش عايز اطلع ترند. طب ما طبيعي الناس لها حق انها تقول انك طالع ترند، او فعلا انت طالع عشان ترند. ليه بقى؟ لانك انت جبت شعرك قدام الكاميرا وطلعت بس قدام الناس على ستوري في الانستجرام، انا بحلق شعري يا جماعه وبتاع. فطبيعي، وهي فعلا طلعت ترند على البحث بتاع جوجل وكده، وطلعت ترند يوم كده ولا حاجه. فلو انت كنتش عايز تطلع ترند كنت تطلعي فجاه كده، زي مثلا شيرين لما كانت عامله قبل كده. تتقال ان انا الراكور كده بيقولوها احتياطي تحسبا ان انا عايزه هعمل ترند يعني ايه. بس انا عايز اقيس موضوع شعرك ده على بنتك. يعني بنتك حاجه اسماء، انت تاريخك كله ترندات، حرفيا تاريخك كله ترندات بمعنى الكلمه. يعني من الايام قالت لي انها هتعمل كده او عملت كده، وانت كأم بقى مش هتتضايق؟ لا مش هتضايق، لان الحاجات دي حاجات شخصيه ونفسيه وما بتضرنيش ولا بتضرها في حاجه. يعني بجد انا ضريتك في حاجه لما قصيت شعري؟ خلاص تمام، حاجات شخصيه ونفسيه خليها لنفسك بقى، ما تطلعيش بقى توري الناس اللي بتحلق شعرك او بتاع يعني، ومحدش هيكلمك. فما تزعليش لما الناس تقول لك انت بتطلع ترند. يعني ما ضرتش ولا حد، ما ضايقتش ولا حد في حاجه، بس الناس تبقى عايزه تقول رايها دايما في حياتك وفي شخصيتك وفي منير راجل شرقي جدا، ودايما يعني ايه، دايما ممكن اوقات بيبقى على خلاف معاكي واوقات بيزعل اللي هو بقى على خلاف معاكي. تتوقع هو طول الوقت على خلاف معايا، هو ما بيحبش اي حاجه انا بعملها تقريبا. طبيعي يعني له حق. يعني الحاج شريف منير طبعا طول الوقت مش الدنيا مش متظبطه، وهي مش احسن حاجه يعني. مساء الخير. اهو الحاج شريف منير بنفسه اهو طالع يتكلم بقى، يرد على اللي عامله. اتفضلوا كلوا معايا، باكل سمك مشوي. باكل سمك مشوي ورز ابيض. سمك. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ وايه الضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا. ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني تصرف عادي جدا مفيهوش اي حاجه. يعني انا نفسي بس في نص روقان الاستاذ شريف منير طالع يتكلم ايه طالع ياكل سمك. يعني ايه يا عم الروقان ده يا عم؟ انا نفسي في نص روقانك ده بس. يعني اوعوا تفتكروا ان انا ممكن اجي على بنتي علشان خاطر اكسب رضاكم. دي بنتي اللي ماليش غيرها واللي بحبها. بالمناسبه اللوك اللي عملته عاجبني وانا مبسوط منها قوي، بس قبل ما الاخوه الساده الملائكه الصالحين اللي عمالين يقلوا ادبهم ويشتموا. يعني بص، انا معاك انك تزعل ان الناس بتشتم بنتك او بتاع، يا عم انت انتقد بادب بس ما تشتمش حد. يعني انا مثلا معاك انك تدافع عنها في حته ان في ناس بتشتمها، لا ده غلط، بس ما تقولش بقى عادي انها تحلق قدام الكاميرا وتوري الناس، لان ما تزعلش بقى لما الناس تقول رايها. يعني لو واحد بيقول رايه عادي باحترام عادي خلاص ما تزعلش منه، لان هي طلعت عمل كده قدام الناس. زي مثلا انا طالع مثلا اضرب حد وقايل لواحد صورني لايف، فلما واحد يقول لي ايه اللي انت عملته ده، لا يا عم ازعل منه واتضايق. طبيعي لازم الناس تنتقد لان هي عملت كده لايف قدام الكاميرا. ويقولوا تاخد الترند وجاتها البلا في شكلها، ابوها ما عرفش يربيها. لا انا بنتي بتربيها كويس جدا، بس تتصرف باللي هي حاسه بيه. المهم ان هي ما تكونش بتاذي حد. قبل ما تتكلموا اتفرجوا على عيلتكم، على اولادكم، على اخواتكم، على الناس اللي حواليكم. هو طبعا طلع يتكلم عن الناس اللي هم بيشتموا بنتها وكده، فطبعا انا مش مع ان تطلع تشتم حد، انت قول رايك بس بكل ادب، خدت بالك؟ فهو طلع بس يوضح للناس دي بس. عايز اسلم عليك يا اسطى. سلم لي عليها، ربنا يخلي حالكم يا رب. يا جدعان الاثنين دول اكتر اتنين مستبحين في الكون كله. ايه اللي يعني بص عاملين دماغ لوحدهم صافيه كده من غير اي حاجه، من غير اي حاجه. ربنا يخلي حالنا، بقول لك ربنا يخلي حالنا. يعني الا ربنا يخلي حالكم ده صحيح. يعني مش بقول لك دماغه متكلفه لوحدها اصلا، مش عارف بيقول ايه. ازيك يا كروان، عامل ايه؟ يا حبيبتي ربنا يديك الصحه يا يا رب. الله يخليك، والله انا بحبك قوي والله، ما تزعلش. ايه بتعاير الست دي والله بتمثلني لما بتفرج على الفيديوهات بتاع الواد. يعني ما اقدرش امسك نفسي، بضحك من العبث اللي انا بشوفه. الشباب
فعلا الست دي بتمثلني في الضحك على الراجل ده يعني. الله يرجع. يا نهار ابيض ده طلع ولد، يا نهار ابيض انا ده كله فاكره ست بقى، يخرب بيتك ايه ده يا ابني، ده انت ست يعني انت ربة منزل. امك انا ولا شاكل. امك انت روح امك يا عيل. لا 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 ما انتش بقول روق بس، روق كده ما تسخنش، روق. اديها له ايه روق يا صاحبي، روق. انت بتعمل ايه؟ شارب انت ايه ولا بتاع ده؟ بيقول لك كاتبين على فيديو لما صباع رجلي يتخبط في اللي بتاع. لا صباع رجلك ايه؟ انا ده بيحصل لي فعلا، وانا يعني انا مش عارف ده مسرسر ولا شارب ايه ده يعني. ده شارب دولاب بحاله يعني. يا اسطى ده انت ايه يا اسطى؟ انت شارب شوال مخدرات ايه يا اسطى؟ ده يا اسطى يخرب بيت الدماغ ده يعني. انت عارف ده بقى لما بتنام في الفتره اللي هي بتاع بعد الظهر بتحلم باحلام غريبه قوي. دي الاحلام بقى اللي انا بحلمها بعد الظهر على طول. والفتره دي بيبقى النوم فيها وحش. فيديو الراجل الخليجي اللي قلب الدنيا لما رمى فلوسه يعني. هات يا اسطى شويه فلوس من اللي بترميها دي، هات يا اسطى شويه فلوس. يا نهار ابيض. انا الصراحه منظر العيال وهي بتاخد الفلوس يعني حاجه الصراحه برضو وحشه يعني مفيش كلام خالص، كله نازل. ده حرفيا الارض هتتكنس دلوقتي. عايز بس اوضح ان الست دي ما كانتش داخله تقول له هات جنيه ولا حاجه، هي كانت داخله تقول يا دي ام العروسه وبتقول له انت عملت ليه كده يعني. فعلا يعني ما كانتش تطلب منه فلوس، حتى بعدها هتسلم عليه هتشوف. انا مش عارف يعني ايه لازمتها برضو، يعني ايه لازمتها برضو انك ترمي الفلوس وبتاع. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي جايين من القاهره. جايه منين بس ورايحه فين؟ صباح الفل عليك. ايه ده اصلا؟ انت شاربه ايه ولا ايه اللي انت عاملاه ده؟ يعني ازاي نقاب بجلابيه بشعرك باين بنص دراعك ايه انت ضاربه دماغ ايه ولا عامله ايه؟ في اتوبيس محترم. الاتوبيس المحترم ده عطل بيننا وبين مطروح. يعني اتوبيس محترم يحتاج منافسه انت الاول ولا انت طلعت؟ طبعا هي طالعه بمعنى شعرها عشان تزود التعليقات وتزود الشير وتزود اللايك والحاجات دي. بس خليك انت محترم بقى، من الشير واللايك وسبسكرايب على الفيديو ده عشان انا بتعب في المونتاج خليك جدع. يا عم يا ابني ما تتقلش في الشرب عشان تعرف تروح. يا عم عيب عليك، ده انا احط شرب. بقى الراجل ده في المريخ دلوقتي يعني. لما تطلع يعني لما تشرب حته من كل واحده، الراجل ده بص في المريخ حرفيا. وليه واقف عامل كده يعني؟ انت ايه اللي انت عامله ده اصلا؟ انت عايش معانا في الكوكب. اول حاجه هقول لك شكرا ومش هو عامل حلاوه صح. طب ما له حق يا اسطى طبعا يعني، ما له حق يعني. انت كل يوم تصبغ شعرك. انت مش كنت عامل لي باربي وصابغ شعرك بامبي؟ دلوقتي شابه ايه اللون اللي اشقر يعني؟ ما له حق يعني. غلط. تاني حاجه تعالى كده بص اوريك على حاجه. بص يا حبيبي انا مش مشعر. انا لا الصراحه عنده حق يعني، ما تظلمش الولا يعني. انت محترم عبد الله، انت بتشتمش جدع. الصراحه الواد عنده حق يعني. ايه الرجل دي؟ ايه الرجل دي؟ مش مشعر يعني. مش ذنب ان انا ما عنديش غابات السافانا في رجلي. الشعر الكتير في رجل الشباب مش دليل على حاجه. يا ده اجمد يا لك شعرك الكتير ده على الرجوله. لو شعر رجلي دلوقتي يعني رجوله يقول لك حشاء السافانا اللي في رجلك يعني. ده اصلا بتمشي تفتخر كده، لان انت امال ايه اللي هيميزك على البنت بقى لما تكون رجلك زيها؟ لازم يبقى في حاجه كده. الشعر ده رجوله توصل لك. فيعني دي حاجه مش بايدي. حاجه مش بايدك؟ امال بتحلق شعرك ليه يا عم؟ يا عم ارحمنا بقى يا عم. طيب وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا لحد هنا. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب. سلام.